السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. منورين العرض نتاعنا حبايب قلبي. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعواتنا لإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل البلدان المضطهدة. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اشف جرحاهم وارحم شهدائهم، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكل إخواننا وأخواتنا اللي انضموا معنا جدد في القنوات متاعنا. نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا بوجودكم. وإذا عجبكم المحتوى متاعنا ما تنسوناش بالاشتراك وسبسكرايب باش يجيكم كل جديد عنا. بدون شك حبايبي، كلنا نتابعوا شنو قاعد صاير على اليوتيوب. احنا بمقدورنا ان نعطيو فكرة او نعطيو معلومة او نوعيو الناس على هذه الجرائم اللي قاعدة صايرة من التحريض ومن الفتن بين الناس. أنا عملت فيديو الأسبوع اللي فات، هذا تقريبا الكمالة متاعو. دونك حبيت نعطيكم بعض المعلومات على هذه الجريمة، اللي هي قنبلة موقوتة عند بعض الناس اللي تحرض وتعمل فتن بين الناس، واللي قاعد يصير واللي صار على اليوتيوب كله. من هم الناس هذوما هم طرف كبير في هذا التحريض وفي هذه الجرائم أو في والحوادث اللي قاعدة صايرة على السوشيال ميديا والشروع في القتل قدام عينينا. هم المحرضين لهذا العمل. قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: هدم بيت الله أهون عند الله من هدر دم امرئ مسلم. وقال زاد ربي سبحانه وتعالى: لا تشمت في أخيك فيشفيه ويبتليك. اللهم اشفي المحلاوي، ربي يشفيه ويعافيه ويرجعه لأولاده سالم غانم يا رب العالمين. التحريض هذا تحريض على الإجرام والفتن بين الناس والشماتة وقلة الأدب، يعني فعلا زبالة المجتمع أصبحت عند بعض الناس بركة، والناس تبع فيها تكبر لها في قنواتها. شتيمة وقلة أدب عمره ما كان هذا الغلط عمره ما يتصلح بالغلط، بالعكس الغلط لازم يتصلح بالطريقة الصحيحة باش الناس تواصل زادة تعيش في أمان وسلام من هذه القلة القليلة من المجتمع المحرض، المجتمع اللي هو فعلا زبالة المجتمع على أرض الواقع. طبعا حبايبي مش نعطيكم بعض المعلومات على هذا النوع من البشر، اللي ينشر الفتن ويحرض الناس بين بعضهم، واللي هو يعد من أقدم الجرائم التي يعرفها التاريخ الإنساني. فهي أول جريمة ارتكبها إبليس ليخرج آدم من الجنة. وعليه فإن شخصية المحرض تشبه شخصية الشيطان في تأثيرها على ارتكاب الفرد للجريمة. لا يشترط المساهمة في الجريمة بأداء فعلها، إنما حالة مساعدة القتل تعتبر في حد ذاتها جريمة قتل. أما حالة التحريض هي التي يساهم فيها المحرض بتشجيع المجرم على ارتكاب جريمته. فالتحريض هو زرع بذور الجريمة وإعطاء الفاعل فكرة عن كيفية ارتكابها والظروف التي تمهد له كيفية أدائها. ما يرافق الجريمة من مظاهر سيئة هو التحريض عليها، الذي هو قد يكون المحرك الأساسي إليها. فالتحريض يشجع الجاني أو كل ما تتسول له نفسه على ارتكاب جريمة أن يفعل جريمته، تحديدا عندما يكون الجاني على قيد التراجع أو إنه يحتاج إلى دفعة من أجل القيام بأي جريمة. فالمحرض هو الذي يسهل ارتكاب هذه الجرائم وانتشارها في المجتمع، مما يتولد عن ذلك اعتداء الجاني على حق يحميه القانون، وكان للمحرض يد له في هذه الجريمة. المحرض هو الشخص الذي يمكننا القول عنه الشيطان، شيطان الجريمة أو شعلة الجريمة، وذلك بسبب ما يقوم به من تشجيع عليها. حيث عرف قانون عقوبات المحرض هو من حاول أن يحمل الشخص الآخر على ارتكاب هذه الجرائم.
يتم معاقبة ومحاسبة المحرض على فعله عندما تتوفر عناصر وأركان الجريمة التي نص عليها القانون، وهي وهي أن يكون الفعل الذي قام به المحرض بتحريض الشخص على ارتكاب الجريمة بالأصل مجرم وفقا للنص الصريح في القانون، والجريمة يعاقب عليها القانون، وأن يكون المحرض على نتيجة تحريضه وأنه قد يحدث نتيجة ما وقد يلحق ضرر بالغير، وأن تكون نيته هي تحقيق ذلك النتيجة، أي أن يكون قاصد التحريض ومتوفر الإرادة الآثمية لدى المحرض. من هنا يمكننا القول بأن التحريض يعتبر جريمة بحد ذاتها، حتى وإن لم يشترك المحرض في الجريمة أو لم يرتكبها هو، فهي جريمة مستقلة عن من يرتكبها. من هنا ونظرا إلى ما قد يلحق إليه التحريض، جاء قانون العقوبات وجرم التحريض وفرض العقوبة المناسبة عليه بسبب دوره في انتشار الجريمة بالمجتمع وإلحاق الضرر بالآخرين والمجتمع ككل، ولأنه يعتبر المحرك الأساسي في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة عندما لا يكون الاتجاه الجاني إلى ارتكابها بحق غيره أو بنفسه وإحداث نتيجة. ولكن عندما جاء المحرض حركه على هذه الجريمة وحفزه عليها. من هنا يمكننا القول بأن المحرض يستحق كل صور العقاب المنصوص عليها في كل البلدان. وصف علماء الدين أن التحريض على العنف بأنه آفة مقموتة ومذمومة يحاربها الإسلام الحنيف ويرفضها شكلا وموضوعا، ولا يقبل بها بأي حال من الأحوال. وأكدوا أن الإسلام كما يرفض ارتكاب العنف فإنه يرفض أيضا التحريض عليه، فلا فرق في الدين الحنيف بين من يمارس العنف أو من يحرض عليه، فالاثنين ارتكب المعصية والفاحشة العظيمة، وجعل المحرض والمرتكب متساويين في الذنب والعقوبة. وقال الإسلام: ينبذ العنف والإرهاب والعدوان بكل أشكاله وصوره وأساليبه وآلياته، ولا يفرق بين التحريض على فعل العنف أو ارتكاب ذلك العنف، ووعدهم الله بالعذاب الأليم. ومن ثم فإن كل من يؤدي إلى اختراق صون حقوق الإنسان أو يتعارض مع حفظه ونفسه وماله وعرضه فهو أمر ممنوع شرعا ويحاسب عليه حسابا كبيرا. وأشار إلى مكانة الرفق في الإسلام، حيث قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. كما أن الإسلام يرسم للنبي آلية استقطاب الناس وجذبهم واستيعابهم القائم على مبدأ الرحمة بهم والعفو عنهم والدعاء والاستغفار للمذنبين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا تفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإن عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. قيل على التحريض في القرآن الكريم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا ريب أن السعي للإفساد بين المسلمين وتحريض بعضهم على بعض من أعظم المنكرات ومن كبائر الذنوب. فعن الفتن والتحريض والكراهية زادة، وهذا الكلام الذي يحض على الكراهية هو محتوى الذي يحرض على العنف أو التمييز أو الاستخفاف به أو يقبل به أو يهدف به في الأساس، أو الحض على الكراهية بحق الناس بحق الجماعات وبحق المجتمع. التحريض على الكراهية والفتن والتحريض على العراك أو المشاكل بين الناس هي من الكبائر، سبحان الله، من أكبر الكبائر عند الله، هو كفر في حد ذاته. وذلك وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح الذات البين وفساد ذات البين الحالقة. هذا هو موضوع الفيديو متاعنا حبايبي. ردوا بالنا من التحريضات ومن العنف اللفظي ومن الفتن المنتشرة على السوشيال ميديا. نحاولوا قدر المستطاع نحضوا الناس لحبنا لبعضنا في الله وإسلامنا وديننا دين رحمة. يلزمنا نكونوا بين بعضنا رحمة، لا للفتن ولا للتحريض
ولا لهذه المشاكل المنتشرة على السوشيال ميديا. إن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله وصلت المعلومة ووصلت الفكرة، لا للتحريض ولا للعنف، لا اللفظي ولا الجسدي ولا المادي ولا أي نوع من أنواع هذه التحريضات وهذه الفتن المنتشرة على السوشيال ميديا. حبيب قلبي، إلى هنا ينتهي الفيديو متاعنا، إن شاء الله عجبكم. مع سلطان هويان في كل مكان، نلتقي لنلتقي حبيب قلبي. خلوا السعادة عادة والتفاؤل أسلوب لحياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.